ناس كتير جدا بتحتاس وبتدور على ان حد يعمل لها دعوة فرح زي دي. انا يا فندم لو لفيت الدنيا. دعوة الفرح دي مفيش اسهل منها، تقدر تعملها من خلال الدورة بتاعتنا الربح والعمل على موقع كانفا. فده الفيديو الثالث وانا عبد الرحمن ياسر، ويلا بينا نبدا على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم كلكم كويسين؟ النهارده هنتكلم عن الفيديو الثالث من دوره الربح والعمل على موقع كانفا، وهنتكلم فيها عن ازاي تعمل دعوه فرح سواء صوره او حتى فيديو. اعلمك ازاي تعمل الاثنين، سواء انت بقى عايز تبيعها، وفي كتير جدا من الصفحات على التيك توك والفيسبوك بيقدموا الخدمه دي. تقدر انت كمان تقدمها بسعر رمزي وتجيب ليك ناس ويشتغلوا معاك وتبدا تبيع الخدمه. وكل ما عملت افكار احسن كل ما الناس بدات تشتري منك الخدمه. تقدر تعملها لنفسك، تقدر تعملها لاخوك، تقدر تعملها لصاحبك. الموضوع سهل وبسيط، مش هيحتاج منك اي مجهود. يلا بينا نروح على جهاز الكمبيوتر على طول. بس بفكرك ان انت لازم يكون عندك الحساب المدفوع، ده احنا شرحناه في الفيديو الاول اللي هتلاقيه في البلاي ليست بتاعتنا. هنكمل الشرح من خلال الموبايل علشان الناس اللي ما عندهاش كمبيوتر او ما عندهاش لابتوب تشتغل عليه وعايزه تكسب وفي نفس الوقت تشتغل او تعمل الحاجه دي. النهارده هنعمل مع بعض دعوه الفرح او دعوه الخطوبه او اي مناسبه سواء بالصوره او بالفيديو. طبعا هنخش على كانفا، هنحمل كانفا من خلال الموبايل بتاعي سواء ايفون او اندرويد. طبعا انا محمل ابلكيشن فهبدا ادوس على كلمه فتح. حاجه مهمه جدا لازم ننبه عليها في كل فيديو، ان انا عندي حساب كانفا برو المدفوع. طب ازاي يا عبد الرحمن يكون عندي حساب المدفوع؟ من خلال الفيديو الاول اللي احنا عملناه، روح شوف الفيديو علشان يكون عندك حساب مدفوع. تمام، خلاص انا كده سجلت دخول اهو بالحساب اللي احنا اشتركنا مع بعض فيه في اول فيديو بالحساب المدفوع. الموضوع سهل جدا. هبدا ادخل على البحث فوق خالص وهبدا ادوس على كلمه دعوه فرح او ابحث على دعوه فرح. تمام، موضوع سهل واسهل منه مفيش. تمام، بس الفكره في التعديل في حاجات بسيطه. تمام، دي ظاهره لي انا كنت مستخدمها قبل كده. ممكن انزل تحت عندك فوق ال 20,000 قالب ممكن تستخدمهم. طبعا في قوالب مدفوعه اللي هو البرو، بس انا هقدر استخدمها لان انا الحساب بتاعي مدفوع. خلينا ناخد اول قالب معانا وهو القالب ده. تمام، هبدا ادوس عليه كده، هيبدا يفتح معايا في التليفون. طب احنا قلنا عايز استخدم صوره او فيديو. لو انا هستخدم صوره فالموضوع سهل. هبدا ادوس على الصوره دي كده وابدا ادوس على كلمه استبدال او امسحها واضيف غيرها. تحت خالص على اليمين عندي كلمه استبدال، اقدر اضيف الصوره اللي انا عايزها. وليكن مثلا انا ضفت الصوره دي شخصيه لي انا، فانا ضفتها. تمام، خلاص انا عايزها صوره، فانا هعمل الدعوه بتاعتي هتكون صوره. فانا اول حاجه غيرتها وهي الصوره بتاعتي. طب انا عايز اغير اعدادات الصوره نفسها. لو دوست على الصوره كده، الصوره نفسها اقدر اغير حجم الصوره نفسها. طب انا يا عبد الرحمن عايز اغير الصوره نفسها، مش الدوران ده، انا عايز اغير في حجم الصوره نفسها. لو دوست على الصوره زي ما انت شايف كده ونزلت تحت خالص وحركت يمين وشمال هتلاقي عندي كلمه قص. لو دوست عليها هيبدا يجيب لي الصوره نفسها وحجمها زي ما انت شايف اهو. اقدر اغير حجم الصوره او مكانها. تمام، حلو قوي. دوسنا على تم، خلاص الصوره اتغيرت معايا اهو. طب انا عايز اغير الكلام، الموضوع سهل. هنزل على الكلمه اللي انا عايز اغيرها، مثلا كلمه كريم وخليها مثلا عبد الرحمن مثلا، اي اسم. طيب حلو، الاسم طويل فمش مظبوطه معايا، عادي اقدر اسحب كده واصغر كده واسحب كده عشان تظبط معايا زي ما انا عايز بالموبايل. اسهل علشان ايه؟ تقدر تشتغل بسهوله. وليكن بقى اي اسم مفيش مشكله، خلينا اي حاجه بس علشان ايه؟ الكلام. غيرت الاسم وغيرت الاسم التاني، اقدر اغير نفس الكلام التاريخ، اقدر اغير الوقت، اقدر اغير في كل حاجه في التصميم. طب يا عبد الرحمن هل انا اقدر اضيف تصميم جديد او اقدر اضيف عنصر جديد؟ ينفع طبعا تضيف عنصر جديد. يعني مثلا انا عايز اضيف ورد، هروح على كلمه تحت خالص العناصر وابدا ابحث عن كلمه ورد. بس انا دايما بحب ان انا اختار التصميم اللي انا عايزه زي ما هو. ادوس على كلمه ورد، هيظهر لي ورد كتير جدا واشكال كتير جدا، وليكن مثلا الشكل ده. هبدا ادوس عليه واحركه زي ما انا عايز، وليكن مثلا عايز الفه كده اهو. تمام، واحطه هنا تاني. طب انا عايز مثلا اقول لك ايه، هلفه كده ماشي وهنصغره كده ونحطه فوق. تمام، خلي بالك عشان ما يخشش جوه الصوره. لا احنا مش عايزين يخش جوه الصوره، هنسحبه كده ونحطه هنا ايه؟ فوق. تمام، حطينا مثلا الورد كده زي ما انت عايز بقى، على حسب التصميم اللي انت عايزه. كل ما كنت ممتاز في التصميم كل ما كان عندك شغل اكتر وعملاء اكتر، وهنتكلم عن الموضوع ده في فيديو منفصل. تمام، انا غيرت كده كصوره. طب يا عبد الرحمن انا عايز بقى استخدم فيديو زي الدعوات اللي بشوفها كتير جدا على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى غيرها. خلينا نرجع ونعمل الكلام ده على تصميم تاني علشان يكون استخدامنا اكتر من تصميم. نفس الكلام، هرجع وابحث على ايه؟ عن دعوه فرح او كارت فرح.
تمام، او دعوه خطوبه، اي حاجه انت عايز تبحث عليها. هنزل تحت كده وليكن مثلا هستخدم ايه يا سيدي، هستخدم التصميم ده. تمام، يفتح معايا التصميم من غير اي مشاكل. عايز اغير الفيديو ده، بعمل ايه؟ بروح على الفيديو وبروح على كلمه تحت خالص، كلمه ايه؟ استبدال. بستبدله بايه بقى يا عبد الرحمن؟ بستبدله بالفيديو اللي عندي. طب الفيديوهات اللي عندك دي يا عبد الرحمن بتجيبها مين؟ بتجيبها من خلال اليوتيوب، بتجيبها من خلال التيك توك، بتحملها انت بنفسك. وانا في الرابط تحت اسفل الفيديو مباشره هسيب لك اكتر من 9 فيديوهات تقدر تستخدمهم بشكل مؤقت لحد ما اعمل لك فيديو منفصل واقول لك ازاي تجيب الفيديوهات دي. تمام، اروح على كلمه استبدال واقدر استبدله بالفيديو اللي عندي او بالفيديوهات اللي عندي. اديت الفيديو اهو وشغلته كده مثلا زي ما انت شايف شغال معايا اهو. تمام، بس انا مش عايز الفيديو كده، انا عايز الفيديو بتاعي يكون الصوره نفسها ظاهره. هدوس على الصوره زي ما احنا عرفنا خلاص، وانزل تحت خالص واروح على كلمه ايه؟ قص، وهجيب الصوره بتاعتي هنا واكبرها كده شويه واخليها ظاهره بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وادوس على كلمه ايه؟ تم. هبدا اشغل، يبدا الفيديو يشتغل معايا من غير اي مشاكل. لو دوسنا فوق على كلمه تشغيل زي ما انت شايف الفيديو هيبدا يشتغل معايا من غير اي مشاكل. طب هو مش شغال ليه؟ علشان انا بس حاطط المايك زي ما انت شايف السماعه فوق، حاطط المايك ومشغله كمايك علشان بسجل. تمام، لكن الفيديو هيبدا يشتغل معاك من غير اي مشاكل. نفس الكلام لو حبيت اغير الاسم اغيره عادي، ادوس عليه يبدا يتغير معايا. لو دوسنا بس على الاسم كويس اقدر اغيره بالاسم اللي انا عايزه. تمام، نفس كلام التاريخ ونفس كل حاجه. طب خلينا نرجع وناخد دعوه تانية او شكل تاني. انا بحاول اوصل معاك لكل الاشكال. نفس الكلام دعوه فرح، احنا خلاص عرفنا الموضوع. هنزل تحت مثلا على الدعوه دي. تمام، خلاص احنا عرفنا ازاي نعدل كصور، عرفنا ازاي نعدل ككلام. نفس الكلام الصوره دي انا عايز اغيرها واحط فيديو. هنزل تحت خالص على كلمه استبدال. انا حملت الفيديو اهو زي ما انت شايف شغال اهو، بس مفيش صوت علشان انا قلت لك ايه، انا مشغل المايك. طب انا عايز اغير الصوره او اظبطها زي ما احنا عارفين، هدوس على الصوره نفسها وانزل تحت خالص واحرك يمين وشمال واروح على كلمه ايه؟ قص، وابدا اكبر كده الصوره اهو. تمام، واغير واحط الحجم اللي انا عايزه. ادوس على كلمه تم، خلاص كده ظبطت معايا اهو. تمام، واقدر اغير الاسم اللي انا عايزه، اغير الكلام، اغير الوقت، اغير كل حاجه انا عايزها. طب بعد ما اخلص يا عبد الرحمن، النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، ازاي احفظ الفيديو؟ بروح خالص فوق خالص على الشمال وادوس على العلامه اللي فوق دي كده واروح على كلمه تنزيل. بختار الفيديو بالجوده العاليه اللي هو MP4. زي ما انت شايف عندي جودات كتير جدا، هو فيديو بختار MP4 وبعد كده بحدد الجوده بتاعتي، بجيب اعلى حاجه اللي هو 1080 وادوس على كلمه تنزيل بينزل معايا. تمام، طب ايه الباقي ده يا عبد الرحمن؟ ده بتاع الصور. دوسنا على كلمه تنزيل هتلاقي عندي حاجات كتير جدا زي GBA، PNG، PDF للطباعه. كل الكلام ده هنتكلم عليه في فيديو منفصل علشان جودات الطباعه، لكن انت كفيديو بتختار هي حاجه واحده MP4 اللي هو الفيديو، وهتلاقي الفيديو نزل معاك من غير اي مشاكل. تقدر تدي الفيديو ده لصاحبك تشتغل بيه من على النت، تعمل لك صفحه على التيك توك. لو دخلت على التيك توك وكتبت بس دعوه فرح هتلاقي صفحات كتير جدا بتقدم الخدمه دي باسعار رمزيه، مثلا وليكن 50 جنيه 30 جنيه 40 جنيه. شوف انت هتعمل لك كام دعوه فرح، وكل ما عملت دعوات افراح اكتر هتشتغل اكتر ويكون باب رزق ليك ان شاء الله. وبكده نكون عرفنا ازاي نعمل دعوه الفرح سواء صوره او حتى فيديو. تابع الفيديوهات اللي جايه عشان تعرف ازاي تكسب منها وازاي تشتغل عليها وازاي تعرف طرق كتير جدا تكسب منها وازاي تتعلم منها من غير اي مجهود، من غير ما يكون عندك اي خبره. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت برايك. سلام.